السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم بخير. المهم في هذا الفيديو انا بغيت نشارك معكم طريقه ديال انكم كيفاش تعلبوا وتوجدوا لليوم الاسود للغلاء الاسعار. المهم انا من بين الاشياء اللي كنوجدوها واللي ديجا حنا كنوجدوها قبل ما يكون هذا الغلاء. كما كتشوفوا في الفيديو. الوالده ديالي ما شاء الله الله يعطيها صحيحتها وطول في عمرها، كتبغي او كتعجبها انها توجد هذا الشيء، خصوصا المعلبات، اي حاجه معلبه وكتبقى لسنين ما كتخسر، ما كيبقى لها حتى شي حاجه. كيف كتشوفوا كنوجدوا حتى الخرشوف حتى هو كنعلبوه. دابا نوريكم ان شاء الله، ندير لكم فيديو خاص. كما كتشوفوا ها هو المربى، هذا راه كوفيتير ديال الليمون. كاين مطيشه حتى هي كما كتشوفوها، اللي غنوريكم الطريقه ديالها كيفاش كطيب وديروها في قريعات. بغيتو ديروها في القراعي كيف ما كتشوفوا في التصويره وتعلبوها، راه كتبقى العام عامين. حنا راه ما حسيناش بغلاء ديال المطيشه، ما لدرجه من ولات غاليه مابقيناش كنجيبوها، كنتخرجنا غير هاد القريعات استعملناهم في اي حاجه. حتى من الحريره حامضه حنا شربناها في هاد الغلاء ديال المطيشه، ما حسيناش بها. عندنا قريعات اللي واجدين اللي مدوزين عام، كنبقاو نستعملوا اللي قديم ونحضروا الجديد، دائما كنرومبلاسيو. وممكن انك في بلاصه ديرها في قرعه، الا عندك الفريغو يعني كبير، في بلاصه ديريهم في قراعي ممكن طيبها بنفس الطريقه اللي غتشوفي في لا فيديو. طيبها بنفس الطريقه وتكبيها في شي بلاطو عندك، ديري ميكا تكبيها في البلاطو عندك وتدخليها للمجمد حتى تجمد، وتخرجيها تكسريها كامله قطع صغيره القياس ديالك، ورجعيها للمجمد. كتولي تهزي فما تبغي ديري الحريره ولا شي صوص عندك ولا البيتزات، كتهزي قطعه من هذيك المطيشه اللي مصوبه وتستعمليها. هذه هي الطريقه المعتمده ديالنا كيف كتشوفوا بهادي. دابا انا حطيت لكم غير جزء صغير او غير شويه من اللي عندنا. ما شاء الله الله يخلي لنا ماما وطولنا في عمرها، هي كيعجبها هادشي تصاوب. المهم جابت مطيشه، شريتها، لقاتها شويه طايحه في الثمن، وجابت لي فيها شويه صاينه شويه في شويه مضروبه. المهم ماشي مشكل لان كلشي غادي تطحن. كيف كتشوفوا هي كتنقي فيها، تتوجه خدات واحد الكوكوت كبيره لان الكميه كثيره. غادي تنقيها، تحيد فيها داك المضروبات، تحيد فيها النباته ديالها، الطريبيشه ديال المطيشه تحيدها حتى هي، وجلست الله يعطيها صحيحتها كتقطع فيها كامله. هي كتستمتع بهاد الخدمه، كيعجبها تقاد بحال هادشي، كتلقى عندها الخاطر ليه انها تقادو وتوجدو وتصايبو. انا صراحه ما نعرفش ليه، انا غير نقلت لكم التجربه ديالها والخبره ديالها فاش كتصايب لنا هادشي وتوجدو. هي تتقطع فيهم صغار، تقطعوا طريفات صغار، تقطعوا كامله بالجلده ديالها بكلشي، حتى غتكمل هاد المطيشه كامله تقطعها وتجلس عليها تتقطعها كامله. كيف كتشوفوا كتحيد لها النباته ديالها وتتقطعهم. صراحه مطيشه ملي كتكون واجده احسن حاجه انك تستعمليها بالطريقه ديال المعلبه، ولا كما قلت لك ديريها في طحنيها وصيبيها بهذه الطريقه ودخليها للفريغو، راه تدوز عندك، راه ما تنساي ان عندك مطيشه الحكم نهائي عمرك ما تشريها. المهم هي قطعت هاد الكميه وزدت على واحد كاس ديال الماء، وممكن تبشغيها بهادي، تهبطيها هكا تطلق الماء ديالها مزيان، فهمتي؟ هبطيها مزيان بهادي وزيدي عليها شي كويس الماء. الا لقيتي الماء ديالها يعني قليل، وجعلي عليها هذا البوطه وخليها تطبخ. المهم زادت الكميه الاخرى، هي كطيب وزادت الكميه الاخرى حتى كما كتشوفوها هي بدات كطيب، طلقات الماء ديالها تبارك الله ما شاء الله. راه الماء ديالها غتسدي عليها الكوكوت وتخلي الصفاره تدور، يعني ما تخافيش منها لانها عامره بالماء. غتسدي عليها الكوكوت وتخلي الصفاره تدور تقريبا شي ربع ساعه بحال هكاك، شي ربع ساعه ولا نص ساعه كاع. المهم هي راه عامره بالماء. كيف كتشوفوا هي طابت، حلينا عليها الكوكوت، راه غتبقى تفيض ليك وتخرج الكوكوت كامله غترون، يعني ما تخافيش. المهم من بدات كطيب حنا خليناها، زدت معاها ماما واحد الحامضه كيف كتشوفوا قطعتها، لان هاد الطماطم المركزه هذه بغاتها للحريره، بغات تصاوبها للحريره، خاصه بالحريره. يعني عرفتوا رمضان قرب، فكنوجدوا الصوص ديال الطماطم ديال الحريره، يعني غتوجدها حامضه شويه. صافي هي خلاتها كطيب مزيان وكتحركها، حركيها لا حركي، ما تغفليش عليها لانها غادي تحرق. من بدات كتعقد مزيان
نشفات شويه من الماء ماشي بزاف، طحنيها وصفيها حتى تحصلي على هاد الخليط بحال هكا على مزيناتو كيبان صافي، ما فيه حتى شي حبه زريعه، ما فيه حتى شي حاجه. وكتبقاي تحركي عليها، حركي مزيان، ما تغفليش عليها لان تقدر تلصق ليك وتحرق. بقاي تحركي، هي كطيب، شوفي كتشوفوا كتبقبق ما تيقولوا كطيب مزيان. المهم كتبقاي تحركي حتى تنشف، في الاخر كتحصلي على هادشي. وراه ما ساهلاش انك تبقاي جالسه وتغفلي عليها تحرق ليك. بقاي تحركي يا لاله، حركي، ما تغفليش الا تقولي ما صدقتش ليا الوصفه. حركي مزيان وانتي جالسه. المهم حتى كتحصلي على هذا، حتى كتنشف. بغيتي تزيدي تخدريها مزيان، المهم ما عليك غير بالعافيه والتحراك صافي. من بعد غتنشف غنديروها في هاد القريعات، وغنوريكم في فيديو تاني ان شاء الله طريقه كيفاش كنعلبوها في القراعي، وكيفاش مهم عندي واحد الفيديو في القناه ديال كيفاش تعقمي القريعات. اول حاجه خاصك تعقميهم قبل ما توضعي فيهم اي حاجه ديال الماكله، ضروري خاصك تعقمي القراعي اولا. كاينه واحد الطريقه ديال لا فيديو في واحد الفيديو عندي. كما قلت لكم طريقه ديال التعقيم راه ضروريه. تعقموا القريعات قبل ما توضعوا فيهم اي حاجه بغيتي تعلبوها، لان مهمه باش ما تفسد ليكمش. تاني حاجه غنوريكم في الفيديو الثاني ان شاء الله الطريقه كيفاش انني من وضعت مثلا المطيشه، من وضعتها في القرعه كيفاش عاوتاني سديت عليها، وكيفاش الطريقه تاع قاديتها مزيان باش ما يدخل لها لا برد لا حتى شي حاجه، وتبقى عندي لسنوات. نتمنى هاد الطريقه تعجبكم وطبقوها وجدوها. ما نتوما ما خاصين والو، من تكون مثلا مطيشه موجوده جيبوها وصيبوها، ونتمنى نفيدكم.